السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة كده. بصوا بقى، انا هبدأ لكم الروتين النهاردة، روتين يومي بتاعي عادي اللي انا كل يوم بعمله الطبيعي، يعني مش روتين ولا حاجة، يعني مش مسح ولا كنس، يعني مش مسح، يعني هو بس ايه، كنس كده، حاجات خفيفة. طبعا اوضة النوم نضيفة لاني احنا مش بنقعد فيها كتير الفترة دي، فبصوا هي بصوا زي ما انتوا شايفين كده نضيفة جدا هي، والسرير حتى استحرمت اروقه لانه نضيف زي ما انتوا شايفين. فشلت كده الهدوم اللي كانت محطوطه وطبقت الاسدال بتاعي، وهنا هشيل الشنطه. وكان البشكير بقى ايه، اتوسخ تاني، فقمت حاطاه في الغساله وقررت اطلع بقى بشكير لون تاني غير الابيض. يلا بقى مش اشكال، طلعته لاني ايه الابيض بيتوسخ على طول، قلت ايه اطلع اللون ده ونشوف هيتوسخ بردك على طول ولا ان شاء الله هيقعد شويه. دي كانت بقى هدوم محطوطه، قلت اشوفها نضيفه ولا مش نضيفه، لقيتها مش نضيفه طبعا. قمت طبعا حطها في الغساله، رميتها هنا كده، وقمت جايه شايله الهدوم وحاطه المعطر، وقمت جايبه المقشيه، وقلت بقى اكنس الارض كده وانضفها. وبعد ما كنستها طبعا قمت جايه لما التراب، ويلا بقى نخش على الكارثة. ايه الكارثة بقى يا امينة؟ اوضه الاطفال، شايفين المنظر يا جماعة؟ يا لهوي، اللي يشوفها كده ما يقولش لسه مروقينها حوالي من يومين ومسحينها ومغيرين لها الفرش. يلا هنروقها دلوقتي ولا هنيأس؟ بصوا خليها زي الفل دلوقتي. طبعا كنت لازم انفض كده لان احنا برضو ايه، لازم نروق السرير كل يوم. اللي بيروق السرير كل يوم زيي يكتب لي في الكومنتات، وكله طبعا ينزل يصلي على النبي، قولوا علي افضل الصلاة والسلام. وطبعا اللي ما حطش اللايك حطوا اللايك، وكل اللي معايا يدعيلي بالذرية الصالحة. وعايزة اشكر الناس جدا جدا جدا، بسبب ان هي كل ما بشوف منزلة فيديو بقول لهم ادعولي بالذرية الصالحة. يعني كتر الف خيركم بجد بجد، شكرا جدا منكم انكم كلكم بتدعولي بالذرية الصالحة. ربنا يخليكم يا رب ويرزق كل مشتاق ويرزقني ويسعدكم يا رب زي ما انتوا بتساعدوني بكلامكم الجميل ده الفترة دي. ما شاء الله التعليقات جميلة جدا وعجباني جدا. بصوا هنا نفضت السرير بقى طبعا وفرشته. هنخش على السرير التاني. بص على طول هنا كانت حوالي الساعة 2 كده، كانت حوالي لسه اصلا مفطرناش. بصوا كنت بروق بقى السرير زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى ايه، بصوا حسيت فيه كده زي تراب، قلت لا انفضه تحت احسن، بدل ما انفضه هنا يبهدل لي الدنيا. نبقى عاملين زي الست اللي بتكنس وتحط التراب تحت السجادة. بس كده بقى ايه، ابتديت افرش الملاية كده. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي كده، قولوا عليه الصلاة والسلام. انتوا تاخدوا حسنات واحنا ناخد حسنات. اهم حاجة السرير يبقى نضيف، دي اكتر حاجة انا بحبها في البيت، لما السراير بتبقى نضيفة الشقة كلها بتبقى نضيفة. شايفين الجمال؟ الله الله. وعارفين كمان يا جماعة المطبخ برضو بيقولوا المطبخ لو نضيف يبقى الشقة كلها نضيفة، بس انا بالنسبة لي يعني الاتنين، بس يعني بحس ان السراير بتدي شكل حلو كده للأوضة وروح حلوة، وفتح الشباك بيهوي كده الأوضة وبيطلع الطاقة السلبية. شايفين كده؟ خلصت الأوضة وهكنس برضو بس مش معاكم بقى، او معاكم مش عارفة الصراحة صورت ولا لا. او لا ما صورتش، شوفوا انا عارفة انا صورت ايه. يا سلام عليا. هنا بقى دخلت على اوضه الاطفال، اللي هو الركنه، وكانتش متبهدله قوي بس انا حسيتها يعني متبهدله، قلت زي بعض نروقها وخلاص. فهنا عملت الركنه كده وشلت المفرش، وجيت قمت جايه حطاه تاني. طبعا نفضت كويس من اي تراب اي حاجه وظبطتها كده. بصوا شايفين؟ يا عيني يا عيني. وهنا بقى قررت ايه، اشيل البتاعه دي وانفض تحتيها، لقيت الحمد لله مفيش حاجه، بس برضك قلت لازم انفض. تقريبا الراجل اللي في الشارع ده مستقصدني، وانا كل ما بعمل فيديو
بيطلع يعني يصبح عليا يعني. تكبيس يا شباب، او شايفين يا مسهل. ربنا يسهل لكل الناس يا رب. ايوه كده. وهنحط بقى المخدات. يا سلام على العسل، روتين سهل خالص اهو، يعني يعتبر كل يوم الواحد بيعمله. بس هنكنس بقى دلوقتي الارض، ونبقى احنا كده خلصنا. وهلم برضو التراب، بس برضو مش معاكم يعني، بس بلمه يعني، بجمعه كده واقوم جايه لماه، عشان ايه ما يلبخليش الدنيا. كده احنا خلصنا اهو. هننزل الترابيزه بس كده خلصنا. يلا بقى نشوف ايه. دي بقى كانت، بصوا كنا جايبين كشري والدنيا كانت خربانه، وانا الصراحه كسلت امبارح اعمل حاجه. قمت جايه سايبه الدنيا وقلت لما اصحى بقى ايه ابقى اعملها. بصوا هنا شلت البيبسي وشلت علب الكشري، ومش عارفه كنت بجيب ايه ونسيت ان الكاميرا شغاله والله. لا بس جيت اهو يا مسهل. هنا كنت بشيل الحاجه والمفرش ده برضو رحت نفضته في قلب الشباك بتاع الاطفال. مرضتش انفضه برضو في الارض لان حسيت ان فيه زي تراب كده. بصوا كده بقى، قمت مسحه الترابيزه وقمت جايه حاطه ايه المفرش، وقمت جايه قلت بقى اروق بقى ايه الكنبه دي، عشان احنا بنقعد عليها كتير الكنبه دي عشان هي في وش التلفزيون. يا سلام يا سلام. ايوه كده شايفين. كده خلصنا الكنبه، خلصنا الترابيزه، ونرص المخدات كده بقى. انا كنت عطشانه عادي بشرب يعني. احنا ما بقيناش غربة عن بعض يعني يا حبايبي، احنا عيله مع بعض. بصوا شايفين. هنا بقى قررت اعمل الكرسي ده، هو اصلا كان متبهدل وطلعان عينه يعني. بصوا هو الانتريه حلو، بس هي الكنبه بس اللي مكسوره. ان شاء الله ادعولنا كده يا حبايب قلبي، ربنا يعني يرزق محمد كده، وان شاء الله نغيره، لانه حقيقي احنا اتخمنا فيه. بس الصراحه هو اختياري، انا اللي اخترته، بس انا ما كنتش اعرف طبعا ان هو خشبه وحش. انا اخترته كشكل يعني، هو كشكل عجبني، بس طبعا كخشب وكده مش متين، لا مش عملي. بصوا شايفين ده بنطلون محمد ورميه، وبصوا هو محمد كده انا وهو على طول ما ترميش هدومك وحطها في ثبت الغسيل. هو يقول لي لا انا بحب ابعترها هنا وهنا. شايفين انا كده بقى بنفض الكنبه. طبعا الكنبه دي الوحيده اللي ما بنقعدش عليها كتير لانها زي ما انتوا عارفين مكسوره. شايفين احنا بظبط كده البتاع اللي انا حطاها دي زي خشبه كده. ادعوا لنا يا جماعه كده ربنا يوسع علينا ونغير الانتريه ده اول حاجه هنغيرها يعني لو ربنا كرمنا يعني. شايفين يا جماعه كده بقى ايه ظبطت الدنيا. وهنحط المخدات كده، وهنكنس الارض، ويبقى كده ايه الحمد لله الذي يتم بنعمته الصالحات. خلصنا الشقة وروقنا وخلصنا كل حاجة. شايفين. بس كده هنكنس بقى ونلم التراب. ويا حبايب قلبي حطوا اللايك وصلوا على النبي كده، واللي مش مشترك في القناة لو سمحتوا اشتركوا في القناة وانضموا لمملكتنا الجميلة مملكة محمد وأمينة. شايفين طبعا. هنا بقى هنخلص كنس ونلم التراب، ونقول لكم يا حبايب قلبي ان انتوا هتوحشونا هتوحشونا هتوحشونا. بس لازم نكنس بضمير. وهي كانت فعلا الارض مليانه تراب ومليانه لب،